السلام عليكم. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ أم... تعمل ايه لو اترفضت في انك تدخل سايبر سيكيورتي تراك في الاي تي اي، او فشلت في دراسه السايبر سيكيورتي بشكل اكاديمي بايا كانت الطريقه اللي انت عايز تدرسها بيها؟ هل دي اخر الدنيا؟ هل خلاص كده فاتت الفرصه في ان احنا ندخل او ندرس السايبر سيكيورتي في اي مكان او باي طريقه، او ندخل مجال السايبر سيكيورتي بشكل عام؟ بالتأكيد لأ. تراك السايبر سيكيورتي بشكل عام هو تراك أكاديمي وبراكتيكال في نفس الوقت، يعني انت محتاج يكون عندك واجهة نظرية وفي نفس الوقت تطبيق عملي. الاي تي اي بشكل كبير بتساعدك ان انت تاخد الكورسز وتدرس بشكل عملي الكورسات، وتبني عندك الاساسيات اللي انت محتاجها عشان توصل فعلا لمستوى كويس يسمح لك ان انت تقدر تدخل مجال او سوق العمل. بس هل دي الفرصة الوحيدة؟ أول حاجة احنا عايزين نعرف كام واحد بيتقدم تقريبا للاي تي اي في مصر، اللي هي انفورميشن تكنولوجي انستيتيوت أو معهد تكنولوجيا المعلومات. كام واحد بيتقدم لها تقريبا في مصر؟ حوالي 20,000 على أقل تقدير بيتقدم كل سنة عشان يوصل إن هو يدرس جوه الاي تي اي. طيب، كام واحد من 20,000 دول بيتقبل؟ فلنفترض إن هم 50 اتقبلوا، يبقى احنا كده فاضل لنا طرح 20,000 من 50 اللي هو رقم كبير جدًا. هل الرقم ده ما قدّاموش أي فرصة؟ بالتأكيد لأ. أول حاجة تعالَ نعترف إن طبيعي يحصل شعور بالإحباط، إن أنا فشلت إن أنا أعمل حاجة وإن أنا أدخل حاجة. هل ده معناه إن أنت مش كويس أو إن أنت ما عندكش العلم الكافي إن أنت تدخل؟ لأ طبعًا، لإن طبيعي إن الاختيار بيتم من عدد كبير جدًا، فبالتالي الناس اللي تم اختيارهم هيكمّلوا عادي، والباقي مش معناه خالص إن ده مش كويس أو ما عندوش الqualifications الكفاية. طيب إحنا اللي هنحاول نعمله دلوقتي، أول حاجة هنحاول نعملها إن إحنا هنشوف والله الITI كانت بتدّينا إيه عشان نبدأ نقلد ونبدأ نعمل زيه. والله انت في الاي تي اي كنت بتتعلم، كنت بتطبق، كنت بتاخد نظري، كنت بتاخد عملي، كنت بتعمل مشاريع. فاحنا نفس اللي كنا هناخده في الاي تي اي ده هنحاول ان احنا نعمله بره بالظبط. ازاي؟ ان انا هحاول ان انا اشوف ايه التراك اللي انا هدخله. يعني انا اول حاجه اعملها ان انا اختار التراك او التخصص اللي انا عايز امشي فيه. فنفترض ان انت عندك مثلا بنتست، سوك، فورنزكس، مالور اناليسيز، جي ار سي تراك. اي تراك من التراكس بتاعت السايبر سيكيورتي اللي فيها فعلا وظائف موجوده في الماركت، هنبدا ان احنا نشوف المحتوى النظري بتاعها المتوفر على الانترنت، وهتلاقي محتوى كبير جدا وفي فيديوز كتير جدا متوفره تقدر عن طريقها ان انت تشوف المحتوى النظري. طيب التطبيق العملي ده ما بقاش موجود. اسهل منه ان حاليا في مثلا عندنا مهارة تك بلاتفورم، وده البلاتفورم عاملاه الاي تي اي عشان يبقى فرصة لأي حد ما دخلش الاي تي اي ان هو يبراوز الكورسز بتاعته ويشوف ان هو يقدر يتعلم لوحده شوية كورسز اوفلاين. واصلا حتى طلبة الاي تي اي نفسهم بيبدأوا ان هم ياخدوا مثلا كورسز منه معينة ويدرسوها بجانب الدراسة بتاعتهم الأكاديمية من كورسات فعلا حقيقية. هنلاقي هنا مثلا كورسات للسبيشالست، سايبر سيكيورتي كورسز للسبيشالست، للبروفيشنالز. هنا مثلا عندنا البروفيشنالز زي ما احنا شايفين: نتورك سكيورتي، بنتريشن تيستنج، فورنزكس، انسنت هاندلنج، مالوير، وسوك. فده يعتبر فرصة كويسة جدا ممكن عن طريقها تبدأ تخلص الكورسات الأساسية اللي موجودة في التراك اللي انت حابب تقدم عليه أو تتعلمه بشكل أساسي. ده يبقى زي خطوة فاندامنتال كده بنبدأ بيها يعني. في هاكدا بوكس، في بورت سويجر، في ماتيريال ممكن عن طريقها تقدر تجرب الجي ار سي او تشوف البوليسيز والبروسيجرز. ممكن عن طريق السوك في لابس كتير جدا، بلو تيمينج لابس. محتاج حاجه تثبت فعلا انك عملت التطبيق العملي بتاعك. وممكن تعمل مشاريع وتبدا ان انت ترفعها على الجيت هاب زي مثلا تولز، او زي اي نوع من انواع المشاريع اللي عملتها، سواء كود ريفيو مثلا او اي اداه انت عملتها، عشان تثبت فيها ان انت فعلا قدرت ان انت تعمل حاجه بايدك. ممكن تبقى عملت لاب مثلا اكتيف دايركتوري وعملت له بنتريشن تيستنج، فانت بنيت اللاب بايدك واتعلمت عن طريقه. ده برضو ممكن تبقى حاجه لطيفه. ففي الاخر انت عايزين نوصل ان احنا نعمل محاكاه كامله اللي كنا هندرسه هناك. احنا عايزين نفس الكلام ده يكون موجود في السي في بتاعنا. طبعا احنا بنحاول ان احنا نتعلم الفاندامنتالز، بنبدا فاندامنتالز وبعد كده نبدا ندخل في الادفانسد. لازم تهتم بالفاندامنتالز بشكل كبير جدا، بس اهتم بالفاندامنتالز اللي هتفيدني في التراك اللي انا موجود فيه. يعني انا لو هبدا مثلا
في البين تيستنج انا مش محتاج اشوف كل الحاجات اللي ليها علاقه بالفاندمنتالز بتاعت السكيورتي. انا مش محتاج اروح اخد سكيورتي بلس، او مش محتاج اخد CISSP مثلا فور اكزامبل. لا انا مركز على ان انا اشوف مثلا لو انا هتعلم ويب بين تيستنج، فانا بشوف الاساسيات بتاعت الويب، اللانجوجز بتاعته، الفرونت اند لانجوجز، الباك اند لانجوجز. انا محتاج بس اشوف الفاندمنتالز بتاعت التراك بتاعي، اعرفها كلها وابدا اعمل الحاجات البسيطه السهله، وبعد كده ابدا ادخل في الحاجات الادفانسد اكتر. طيب خلصنا مثلا موضوع المذاكره، خلصنا اللابات، خلصنا المشاريع اللي ممكن نعملها. هنعمل ايه؟ هنبدا نعمل حاجتين. والله انا هبدا ابلاي على جوبس موجوده كانتري ليفل، والحاجه الثانيه ان انا احاول اشوف اي فريلانسنج جوبس، اي حاجات على الانترنت زي هاكر وان، ذا باك كراود. التجربه العمليه، انا ناس كتير جدا كانت بتبقى جايه عشان تتقدم على بوزيشنز كنت بشوفها او كنت انا بعمل فيها الانترفيوز، كان بيبقى كل الخبره بتاعته عباره عن هاكر وان او باك كراود، بس هو شاطر جدا وعنده فعلا النو هاو وعنده نوليدج الكفايه ان هو قدر يطلع ثغرات، قدر ان هو يبقى فاهم هو بيعمل ايه. دي اهم حاجه، يعني فاهم كويس هو بيعمل ايه، مش مجرد سكريبت كده، مش مجرد حد بيجيب سكريبتس وبيجربها وبيمشي، لا هو فاهم كويس شغلانته. وكل اللي عمله والله خبرته كانت خبره اونلاين. يعني هو دخل مثلا الهاكر وان زي ما قلنا او على اي باك باونتي بلاتفورم، وعن طريق الخبره دي بدا يكتسب مهارات اكتر. المهارات دي والله فعلا قدرت ان هو تجيب له فلوس عن طريق باك باونتي مثلا، او ان هو يبقى عنده النو هاو والسكيلز الكفايه ان هي فعلا تسمح له ان هو يدخل سوق العمل. حاجه كمان مهمه جدا ان احنا نهتم بيها وهي النتوركينج، وان انت يبقى عندك شبكه علاقات موجوده. مش بنتكلم عن الواسطه، مش بنتكلم عن المحسوبيه خالص، لكن النتوركينج ده معروف في العالم كله ان احنا يعني بنحاول يبقى عندنا شبكة علاقات. انا عارف ناس في اماكن مختلفة، ممكن ده يساعدني ان هو يدخلني بس البوزيشن او يخليني اقدم على البوزيشن. مجرد ان انت تدخل السباق مع ناس تانية، بس في الاخر والله قدر ان هو يساعدك ان انت تخش مثلا المكان او تقدر تابلاي على الجوب بس بشكل عام. فالنتوركينج مهم جدا، مهم جدا تحضر مؤتمرات، مهم جدا ان احنا نشوف الناس التانية بتتعلم ايه، الناس التانية ايه الحاجه اللي هو مثلا انجزها، الاتشيفمنتس بتاعته، ايه الحاجات اللي هو بيعملها شيرنج. فالنتوركينج واللينكد ان طبعا من الحاجات المهمه جدا 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 في المجال ده. طيب هل سوق العمل حاليا يعني ماركت، هل هو ساتوريتد؟ هل الجوبس خلصت؟ لا خالص، في جوبس موجوده في الماركت اكيد بشكل كبير. طبعا ما بقاش الموضوع زي الاول ان كان في ديماند عالي جدا وكان في نقص كبير جدا في الناس. حاليا في ناس كتير بقت موجوده بتحاول ان هي تشتغل، وبتحاول انها تلاقي وظيفه، سواء هو خريج ITI او مش خريج ITI، كله بيحاول يلاقي شغل حاليا. ف في نفس الوقت في ميزه مهمه جدا حاصله مثلا في مصر او في العالم العربي بشكل عام، اللي هو موضوع الاوفشورنج. ان في بقى في اماكن كتير جدا بره مصر بتحاول ان هي تعمل اوفشورنج، او ان هي تنقل الشغل بتاعها بشكل كبير، ان هو يكون موجود في مصر وعايز يعتمد على ناس مصريين. في الحالة دي ده بيخلق طبعا وظائف كتير جدا في شركات كتير جدا حتى أجنبية بتحاول تستعين أو بتشغل ناس في مصر عن طريق عقود، سواء عقود عن طريق شركات مصرية أو عقود دايركت أونلاين. ده موجود ومتاح وموجود بشكل كبير جدا حاليا. يعني الخلاصة ان المجال مش حكر على حد، والمجال مش بس الخريجين ITI او خريجين اي معهد او اي اكاديمية في مصر، هو مفتوح لكل الناس. في الاخر اللي بيحكم او بيفرق بينك وبين حد تاني هو المجهود اللي انت عملته عشان توصل للبوزيشن ده. اللي بيفرق بينك وبين حد تاني هو النوليدج والسكيلز اللي عندك فعلا. دي كده كده هتخليك متميز في اي مجال في العالم يعني. فأتمنى يكون استفدتم في الفيديو ده، وإن شاء الله يعني نلقاكم كلكم في سوق العمل قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.